زي ما أبطال أكتوبر حققوا المستحيل. أبطال The Pro English وصلوا لأحلامهم. From this point onwards, my problems became my passion. My struggles became a blessing once started with the Pro English. أنا كنت أكتر حد في العالم حرفيا مستحيل ياخد كورس إنجليش. أنا كنت مشتت جدا، كنت بذاكر بقى فيديوهات على اليوتيوب وبكلم ناس وبكلم قدام المراية، مش بإمبروف الإنجليش بتاعي. بعد فترة لقيت بقى إن أنا ممكن آخد كورس في ذا برو إنجليش، خدت معاهم الكورس، فعلا اشتغلت في شركة كويسة انترناشونال، بس والموضوع فارق معايا جدا. The Pro English أنا لقيت الكوميونتي، لأن كان دايما في فولو أب من خلال التيتشرز معايا أول بأول. ده غير كمان ان انا لما سبت الكورس برو انجلش ما سابونيش، عملوا لي ترشيح للانترنشيب عشان اكون انجلش تيتشر، وكمان رشحوني لفودافون يو كي. فدي حاجه انا ما كنتش هلاقيها في اي مكان تاني. تواصل معاك عشان ابارك لك. الله يا سلام والله. يعني فعلا على مدار السنتين اللي فاتوا دول بالذات، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه والله. الناس لا بجد والله يعني بذلوا مجهود وربنا يبارك لهم، انا هدعي لهم طول عمري والله. اتطورت جدا في شغل الميك اب على مدار ال8 شهور بسبب الكورس، لان انا بقيت اسمع اجانب، فكنت الاول مش عارفه افهم، فكاني بدات افهم الناس، فلا بشوف ثقافات تانية، ففي فرق شاسع طبعا.